عارفين ايه الحاجه اللي تفرح الحامل بجد؟ لو قلت لها انت ممكن تعرفي البيبي ده ولد ولا بنت من غير ما تروحي ابدا تعملي سونار. مين فينا كده عنده واحده ست قاعده على اول الشارع بتبيع خضار تعرفوا ان هي ساعات بتنافس الدكتور في تحديد نوع الجنين؟ والشهاده لله الست بيبقى عندها حق تجازف اذا كان يعني الله اكبر عليها بتعرف الناس اللي معديه باكياس مقفوله شارين ايه. تخيلوا ان هي بس مجرد ما تبص لبطنها بتعرف ان هي حامل في ولد ولا بنت. بيقول لك ان البطن النازله بتبقى حامل في بنت، وكمان الحمل بيبقى في الجناب، لكن الولد البطن بتبقى مرفوعه شويه. طب اقول لك بقى على التقيله، بتبص لك وانت بتاكلي وتعرف انت حامل في ولد ولا بنت. لا الصراحه انتوا شاطرين خالص، احنا ما عندناش في الدراسه الكلام الحلو ده. لو انت بتاكلي حلويات كتير فانت كده حامل في بنت. طب لو بتاكلي موالح وحوادق يبقى هتجيبي لجوزك وللعيله كلها الولد اللي نفسهم يطلعوا بيه من الدنيا. لو الست كده تبص في وشها تلاقيه مشرق كده وجميل يبقى حامل في ولد. طب لو بهت وتعبان تبقى حامل في بنت. والله ظالمين البنات حتى في الاعراض اللي ملهاش لازمه دي. يقوموا بقى الفيمينيستات يسكتوا؟ لا طبعا. وزي ما في فيمينيستا في الطبقه المثقفه في فيمينيستا برضه بتبيع خضار يقولوا لك ايه بقى؟ لا ده اللي وشها فيه كلف وظهر فيه تجاعيد تبقى حامل في ولد، انما اللي وشها ناعم كده وجميل وصافي تبقى حامل في بنت. انتوا عارفين بقى المشكله في ايه؟ ان هي فعلا ممكن تكون واخده المعلومه بتاعتها من على اول الشارع وهي بتجيب جرجير، ولما تروح للدكتور بتاعها وتحكي له ويحاول يفهمها ان الكلام ده غلط ويطلع بالصدفه البحته الكلام ده صح، وتطلع الحاله فعلا حامل في نفس النوع اللي حددته لها بتاع الخضار. يا نهار ابيض على الكثفه والحطه الصعبه اللي اتحطت عليه. ايه بقى اقول لكم على اللي فيها ونجيب مع بعض الخلاصه؟ كل الكلام ده خرافات ملوش ابدا اي اساس علمي. حتى لو انت اطمنتي وحبيتي الكلام اللي اتقال ده، بس ده مش صح ابدا ومش حقيقي. واللي يقدر يحدد لك نوع الجرجير، اقصد نوع الجنين، الدكتور من خلال السونار اللي موجود في العياده. يعني انا ما اقدرش احدد لك نوع الجنين على سلم العياده، تخيلي بقى اللي بتحدده لك على اول الشارع. عشان كده ما تسيبيش نفسك وتمشي ورا الخرافات وتعشمي نفسك باوهام. لو وصلتك المعلومه اللي تخليكي تعرفي نوع الجنين صح من خلال بس الدكتور بتاعك، اعملي لي فولو. دكتورة أماني كمال، أخصائي نساء والتوليد.